تقول أحيانا أتصدق على الطيور بوضع الماء وأجمع أيضا يعني أمواتي أو مثلا أهلي مثلا أو كذا، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لي الصدقة على الطيور والصدقة على البهائم هذه من الصدقات ويثاب الإنسان عليها ثواب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة أجر. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجر سقي الحيوانات لما ذكر قصة البغي من بغايا بني إسرائيل، مرت بركية يطوف حولها كلب يلهث من شدة العطش ما يستطيع ينزل البئر، فنزلت وحملت له الماء بموقها كرمكم الله يعني بحذائها فسقته فشكر الله لها فغفر لها. شوف لاحظ سبحان مع أنه كلب، مع ذلك لما سقته بعد هذا العطش وهذا الجهد شكر الله لها. لهذا دين الإسلام دين عظيم، التفت إلى حقوق الحيوانات هذه ورعايتها والاهتمام بها وسقيها. فبارك الله فيك. تشركين أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل زوجك وأولادك وأرحامك والأحياء والأموات. طيب بارك الله فيك وتقبل الله منك. تقول أحيانا